السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا دايما بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم النهاردة الوصفة الجميلة دي، ودي حلوة جدا بالنسبة لولادنا بقى في المدارس. حاجة مغذية وحاجة لذيذة، وحالة جميلة. وطبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، فالحاجات دي بتدفي بتبقى جميلة جدا. ان شاء الله نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف ايه الحالة الجميلة اللي احنا عملناها ديت، وبتكلفة بسيطة جدا، وموجودة طبعا في السوق. ان شاء الله نخش مع بعض ونشوف عملنا ايه الحاجه الجميله دي ازاي. اول حاجه جبت كيلو زي ما انتم شايفين كده اللي هو القرع العسل. انا جايباه جاهز متقطع، يعني ما قطعتوش. تمام كده زي ما انتم شايفينه. حطيته كده في الحله وحطيت عليه ادي اول كوبايه سكر. تمام. وبعد كده هنجيب كوبايه ميه نحطها مع السكر، كوبايه تانية كمان اللي حطيناها عليه. وبعد كده نولع عليه على نار متوسطه في الاول لحد ما يستوي معانا. وبعد كده نبدأ بقى ايه، بعد ما يستوي كده وتلاقيه كويس جدا، هنبدأ بقى ناخده كده. كده بوريها لكم هي استوت جدا بقى، يعني ايه اهم شيء تبقى ايه، مستويه قوي قوي قوي، على اساس ايه، ما يبقاش فيها ايه اي تكتلات او اي حاجه. تمام كده زي ما بنسلق البطاطس. بعد كده بناخد بقى ده يهدى بس شويه كده، ونبدأ بقى ايه، تضربيه في قلب الايه اللي هو الخلاط. تمام. كوبايه سكر حلو قوي على كيلو، وطالع طعمه حلو جدا. كده بقى هنركن ايه اللي هو القرع العسل دي على جنب. بعد ما نضربه طبعا في اللي هو الكبه، في الخلاط، في اي حاجه متوفره عندك طبعا ايه بتضربيها، ويكون خلاص شرب الميه بتاعته كده واستوى. هبدا بقى اركنه على جنب. تمام كده يا حبايبي، ونبدا بقى نعمل الخطوه اللي بعدها. كده انا ضربت في الكبه اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدا بقى في الخطوه اللي بعدها، وهنعمل بقى ايه، هنجيب ايه حله او كزرولة. تمام. بعد ما ضربنا ده كده يبقى هنجيب حله، وعندي نص كيلو لبن. تمام كده. هفرغه في قلب الحله كده، ونبدا نضيف له ايه 3 معالق اهمت نشا. وهنحط برضو 3 معالق سكر. اللي عايز يقلل السكر ده حسب ايه ما انت بتحبي، تقليل السكر تكتري كميه السكر ده على حسب ما انت بتحبي. بس انا حطيت عليهم 3 معالق سكر مع 3 معالق اللي هم الايه النشا. وهتقلبي ده كله كويس على البارد مع بعضه، وبعدين نرفعه على الايه على النار. وطبعا ما نسيبوش على النار، هنفضل نقلب فيه كده ان شاء الله لحد ما نحس ان هو تماسك كده. وبعد كده نعمل ايه اهوت زي ما انتم شايفين كده بقى، التقليب مستمر على النار كده. والوصفه دي جميله جدا، ولادنا بقى في اليومين دول في المدارس بيبقوا محتاجين حاجه مسكره، خاصه بقى بالليل. تمام. فدي بتبقى يعني حاجه مشبعه وفي نفس الوقت مغذيه. فكده قلبنا كل اللي هو الايه الخليط بتاعنا اللي هو اللبن مع النشا مع السكر، لحد ما احس ان هو تماسك كده وبقى يعني ايه زي المهلبيه. هبدا اركنه بقى لحد ما ايه يهدى بس شويه. وبعد كده هنعمل ايه، نبدا نجيب القرع العسل بتاعنا. اهو شفتوه تماسك ازاي بقى حلو كده، خلاص كده هو ايه تمام مظبوط. هبدا بقى اركنه على جنب. هجيب صينيه ادهنها بمعلقه سمنه، تمسحها كلها بسمنه كده اهوت. وبعد كده نبدا نحط فيها ايه القرع العسل اللي احنا ضربناه في الكبه او في الخلاط، ونفرده في قلب الصينيه. بيبقى طعمه حلو جدا كده. خلاص انا ايه دهنت الصينيه كده بالسمنه. وبعد كده هبدا احط بقى ايه الخليط بتاعي زي ما انا قلت لكم، ونفرده بقى في قلب الصينيه كده ونسويه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. تمام. وانتم شايفين بقى مضروب حلو جدا كده، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه. هنبدا بقى ايه نفرده. وطبعا ولادنا بيحبوا التغيير دايما. اللي وصل معايا في لحد هنا إيه ما تنسوناش طبعا ايه تحطوا اللايك. تمام كده. طبعا فضلا وليس امرا. إيه وتكتبوا لنا كومنت حلو كده اهو، تقولنا ايه رايكم في الحاله الجميله دي. وطبعا ما ننساش نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم على طول. تمام يا حبايبي. كده بقى هنفرد ايه
القرع العسل بتاعنا ده. وبعد كده نبدأ ايه، نضيف له بقى ايه المهلبية اللي احنا عملناها، وما بتاخدش منك وقت خالص وسهلة جدا. هنبدأ يا حبايبي كده نسويها بقى زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وكده انتهت الايه الصينية بتاعتنا بتاع القرع العسلي. هنبدأ بقى ايه نجيب علبة السكر ونسويها، يعني نرشش عليها كده شوية. هي كلها مستوية، مش محتاجين نعمل فيها حاجة تاني غير بس ايه ان احنا نحطها تحت الشواية. تمام كده، هنحطها بس تحت الشواية بس عشان تدي لون بس ذهبي وخلاص على كده. كده يا حبايبي بعد ما دخلناها اهو شايفين اللون الذهبي بتاعها استوت، ما خدتش 5 دقايق بس وخلاص. وبتطلعيها وبتبقى احلى تحليه حلوه قوي ومغذيه لاولادنا. ان شاء الله تجربوها ونوصل معانا لحد هنا. ما تنسوناش من اللايك والتعليق واشتراك في القناه للناس الجداد، طبعا ايه فضلا وليس امرا. كده يا حبايبي زي ما انتم شايفينها طالعه محمره وجميله جدا. هيطلع لكم طبعا حالا قطعه بقى من الصينيه ونشوفها شكلها ايه. مش هقول لكم على حلاوتها وجمالها، والطعم كمان خطير خطير خطير. ان شاء الله تجربوها وتقولي ايه رايكم. كده بقى يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين هقطع لكم منها حته وتشوفوها وتقولي ايه رايكم في شكلها وفي طعمها. ومش هقول لكم بقى جميله جميله بصراحه عجبت الولاد يعني. وطلبوا مني بقى ان انا عاملاها لهم على طول، حاجه سهله كده وجميله. وكده سهرة بالليل كده ياكلوا منها في ايام الشتاء دي. تمام، بتبقى حلوه جدا، بتبقى مغذيه. هطلع لكم منها حته كده نقدمها في الطبق ونشوف شكلها ايه. تمام كده. دي قناتي تاروكا. ما تنسوناش من اللايكات يا جماعه، ما تنسوش اللايكات وتكتبوا لي تعليقات. ماشي، لا احنا عايزين لايكات كتير لايكات كتير. كده هطلع منها حته اهوت واوريها لكم بقى ان شاء الله في الطبق زي ما انتم شايفين كده. طلعه جميله حلوه جدا وما خدتش وقت والله. ايوه، هنطلع القطعه بقى كده ونحطها قدامكم وتشوفوها. عايزه بقى حاجه تانية معايا تساعدني في ان انا انزل ايه بقيت اللي على المعرفه اللي بنغرف بيها. هنطلع قطعه تانية برضو نشوفها. الله على الجمال، جميله جدا. طلع كمان حته تانية وتشوفها. واحلى ما فيها انها بتاخدش وقت، يعني على طول ما تاخدش منك 10 دقايق بتكوني عاملاها وسهله جدا. متى ما سلقتي خلاص اللي هو القرن العسلي خلاص بقت سهله معاكي. اللي وصل هنا ما تنسوناش من اللايكات يا حبايبي. بحبكم في الله، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.